واحد من أهم الأسرار لنجاح عملية تجميل الأنف جود أناليسيس، التخطيط والتحليل للبيانات بتاعة المريض. كتير دايما يبعت لي حد صورة يقول لي إيه رأيك في المناخير دي ونقدر نعمل لها إيه. أنا ما بعرفش أجاوب على السؤال ده. أنا بهتم جدا إن أنا أقعد مع المريض، تقعد مع أسمع المريض. منه، مظبوط. نشوف إيه شكوته الأساسية، نشوف إحنا نقدر نحل المشكلة دي بأكتر من طريقة وبأسهل طريقة إزاي، لأن كل مشكلة ينفع تتحل بأكتر من طريقة. اكيد. لذلك وقت العملية بيختلف من جراح للتاني ومن دولة للتانية وكل حاجة. من الحاجات اللي بتساعدنا جدا ان احنا نعمل جود اناليسيز، شكوته الرئيسيه ايه، نقدر نوصل لها ازاي باقصر طريق. احيانا بيكون عنده معتقدات خاطئه، زي ان هو شايف ان شكل انف معين هو بيحلم بيه، واحنا عارفين من خبرتنا ومن قياسات الوجه ان عنده ده مش انه هيبقى مش مناسب هيليق معاه. عليه خالص. اه. فبنقدر نتناقش في ده. المقابله الاولى مع المريض بالنسبه لي هي ده اللي اهم بتحطنا خطوه. على الطريق الصح. اكيد. احنا في لو القصه دي ما ظبطتش بنمشي في طريق غلط تماما. فالمقابله الاولى دي هي اهم خطوه في تجميل الانف. انك اكيد. تقعد مع الدكتور بتاعك يبدا يتناقش معاك في كل البيانات اللي انت عايزها، وما تحاولش تعمل سكيب لحاجه او تفوت نقطه. قول كل اللي جواك وهو هيتناقش معاك بكل صراحه عشان تتفقوا على الاستراتيجي وتحط الخطه الكويسه ويبقى متخيل النتيجه اللي هيوصل لها بعد لازم يبقى العمليه عشان ما عارف يبقاش ايه فيه اللي هاي ممكن وايه اكسبكتيشنز. اللي